انا بالنسبه لي ما كنتش باغا نحكم في الموضوع. علاش ما باغيش نحكم في الموضوع؟ لان ما عنديش المحضر ديال الدرك الملكي ديال 2007. هذاك هو الملف، هذاك هو الحقيقه. خاص يبنيو عليه، خاص يحكموا بناء على الملف ديال الدرك الملكي، ماشي خاصهم يبنيو على ملف على ما عرفتش واش بناو على داك الشيء. ما راه جا فيه جلسه راه مع النظام التشريع زورت والمحافظه زوره وكلشي زور والشاهده اللي جات زورت في علاقه وقتول محروق مريوح وهذا ديالو كله محيده. عندنا حتى الدرك الملكي كاين هذا الشيء. عطونا 3 اوراق، عطونا البقيه. فينا الخنشه؟ الخنشه خاصها داروا عليها لي زوفران عارفوا قليله بزاف. راه كيعطوها دير رهله والسرقه الموصوفه عاديه والسرقه ديال البورطاب كيعطوهم 20 عام وهذا راه قتل. تكون عصابه اجراميه. ام 60 مليون 200 مليون. سميتها الدرهم واش كتمنصفه كتعوض 60000 يعني 60 مليون. انا باغيش تعويض. خاص تحقيق العداله، خاص تحقيق العداله. واش هذا الحجم اللي متورطين فيه بزاف الناس يدوزوا جوج الناس ويخليو بهذه الطريقه. كنا كنتلمس انا بحكم تمهيدي لان ما عنديش المحضر اش غنبني. ما عندي حتى واحد المحضر اش غيبني. عندنا 3 اوراق فيهم قتل وفيهم شويه جثه. واش واحد دار جثه بديك الطريقه؟ واخا يكونوا هما بوحدهم. 20 سنه واش كنتوا كتوقعوا هاد 20 سنه ولا كنتم متوقعين؟ حتى واحد انا بالنسبه لي الملف غير كامل ما عمرني ما يصحنيش غيحكموا بالحكم. خاصهم يحكموا حكم تمهيدي وجبنا الهواتف النقاله ديال من بعد 11 الليل وجيبوا لنا ديك الخنشه اللي على لي زوبرانتي تحطها واغسل الاشجار اللي حيدوا قال لك شفنا طلنا 3 اوراق. ما عرفتش انا الملف كيفاش داز. علاش ما معنى كلشي رفض يعطيني محضر 98 ديال 2000؟ ما معناها؟ باش واحد يشرح لي هادشي. علاش ما بغاوش؟ نقدروا نقولوا كاينين شريوسه كبار في هاد القضيه هادي. هادشي علاش كيأجلوا علاش كيزوروا؟ يعني نقدروا نقولوا كاينين شريوسه كبار. والدليل على ذلك لان الملف بقى من 2007 حتى 2019 عرفتوا راهنا علامات استفهام صافي. من بعد الحكم واش غنستنفوا حنا عندناش حق نستنفوا. الحق نستنفوا اشتقنا ثاني. اما النيابه العامه هي عندها الحق الدعوه العموميه. مادام احنا ما بقاش عندنا الحق في خاصه النيابه العامه تستنف لان هذا الحكم غير مقنع وغير واقعي وراه حرام. يديروا لك حاله كامله و16 سنه ويحكموا على 20 عام. راهم تيضل هنا الاحكام كتكون على سرقه موصوفه عادي بورطاب 20 عام 30 عام. انا واش ما نقدروش النوع اعتراف ضمني بانهم هم هما يحكيوا لي كاين اللي كمل رجال واحد اخرين عندي هادشي اللي عندي هما ما بغاوش يجيبوا لينا هذيك مولات العلاني قالت لي كانت خالشه ديال رجال الكفار. اذا يجيبوا لنا هذيك هي الحقيقه. رجعت لينا الثقه في القضاء هي سوق. راه 16 عام كتخين هاد لافير حشومه كاع حشومه يضيعوا ولدنا ونبداو نقلبوا على حكا لا طلع لا هبط لا كيفاش كتشوفوا الحكم ديال 20 عام؟ الحكم ديال 20 عام في هاد اللحظه منصف الحمد لله. انا فرحانه وملي جيت كتستاهل انني نجي باسكو جو سوي با ديسو. هذيك الناس بقاو فيا وتانا تمنيت الحكم هذا الحكم تانا يصدق في المولده اللي في المحمديه اللي حيدت لي الوالده ديالي. تا انا راه والده تا انا راه روح وعطونا شهرين ديال الشهرين تانا تمنيت يعطيوها من عام الفوق. واخا ان الوالده راه ما كتسواش شهرين. هذا هو الحكم. واخا ما بغيتهاش لا الدراري وما بغيتهاش المرحوم انا ما مع حتى واحد ولكن بقاو فيا دوك الناس وبقاو فيا دوك الناس. انا جيت على قبل ملفي. الحكم القضاء المغربي نصفني ولكن حياه تامه راه كلمه تامه كيقولوا مقتوله راه كوثر مقتوله. راه شهرين الحبس نافذه في حق متهم اللي حيدت لي الوالده راه والو. وانا جيت على قبل ملفي وبقيت نسمع الحكم واش نعرفت انا واش نصفت. هي الحمد لله نصفت جيت القضاء ولكن شهرين اللي عطاو المولده راه والو. شهرين الحبس نافذه وحيدت لي والده. انا هاد الحاله ديال هاد الاطراف ما نبغيهاش العدويه. كاينين 2 دراري زوينين مات الدري تا هو زوين انا بقى فيه الحال ولكن انا تحيدت لي والدتي. علاش عطاوها شهرين
الى تامين مسكين الله يرحمه الدكتوره تانا قتلوني شهرين ومازال كيزيدوا يقلبوا يدعيوني باش يدخلوني للحبس. رجايه في الله كما ترجيت في الابتدائيه وفي الثانويه، رجايه في النقد والابرام، لان الشهرين ما كافياش. شهرين راني طلقت، شهرين راني ضعت، شهرين راني بكيت فيها انا وبنتي. غير منصف شهرين والو. هذا الحكم صدر عند الهيئه ديال المحكمه المحمديه مشكوره، ولكن راه شهرين والو. رجايه في الله وفي النقد والابرام. انا اليوم راه ما جاي على قبل حتى شي حاجه، جاي على قبل ملفي الشكايه اللي كانت ضربتني بالعكاز. هادشي علاش جيت، قلت مادام كاين حكم نبقى نسمع. انا رضعت شهرين، تحيدت لي والده وتحيدت لي حياتي. راه واش غنقول؟ جايه في الله وفي النقد والابرام. سالينا شي اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.